دون اي قلق. معانا فيلم دمه خفيف جدا، والفيلم ده على فكرة له علاقة بقناعة كبيرة عندي بانه الستات ما بتعرفش تسوق. انا اي ست بتسوق بمشي بعيد عنها، يعني اركن بعيد كده واسيبها تعدي. لو هي بتزمر بعديها، لو هي بتركن بركن بعيد عنها. الستات ان جنرال يعني بشكل عام ما بيعرفوش يسوقوا. في 2 3 على حدود موريتانيا بيسوقوا كويس، انما يعني في طبعا يعني استثناءات، انما بشكل عام المرأة لا تستطيع القيادة، مش في مصر بس، في مصر والعالم. جايب لكم فيلم لطيف كده تتفرجوا على كيف تقود النساء السيارات، حقيقي حبيت تتفرجوا عليه عشان كل واحد ياخد باله. سيبوهم يسوقوا عربية اسعاف وبتعدي، ايه المشكلة يعني؟ طيب هنا طبعا برضو فكرة التعشيق العربية، ان انت يعني انك تبتدي العربية زي ما شايف ان هي ما كانتش عارفة فنطرت منها فراحت داخلة في العمارة وجابتها 2. وطبعا عادي جدا لما يجي حد يكلمها فيه ايه يا ست تقول له ارجوك اعصابي وبتاع. ده واحد برضو من الدروس الصعبة، اللي هو طالع من حتة ضيقة ومن الباركينج وعايز تعمل الموضوع ده. طبعا هي مش واخدة بالها، هي مش مركزة. المرأة تركيزها برضو ضعيف شوية. اتفضل خلاص انت عين، تعالى كلمها بقى هتعيط برضو. دي طبعا اصعب درس بالنسبة للستات درس الركن. عندهم مشكلة، لازم تشلضم عربيتها وكل عربيات حواليها. خلاص اهي هنركن، يعني لفيه كله بقى، لفيه كله. لا برضو لسه قدام، هي عايزه تروح وترجع بظهرها. هي درس الركن ده ما جاش معاها، يعني وهي بتتعلم السواقه الموضوع، وهي الست طب ما هي لفيها بقى مفيش. طب اهو بظهرها عدى 3 دقايق على فكره، خدوا بالكم. والناس الراجل المؤدب اللي في العربيه المرسيدس قاعد مستني ان الست 3 دقايق، الشارع كله واقف بيتفرج عليها. يعني مصر كلها وقفت تتفرج على الست بوشك. طيب اهو خلاص اهو الراجل زهق ولا يا مدام بعد اذن حضرتك اتفضلي. فنازله تزعق له انت ايه عايز ايه؟ بقالي 3 دقايق 5 دقايق بركن فيها ايه يعني؟ بص بقى الراجل بصباعه اليمين الصغير خلاص اهي في ايه؟ حصل حاجه؟ درس الركن. وطبعا قالت له ايه؟ فمش عارف ايه وبتاعه، فهو قال لها في 60 سلامه. وراح الراجل ماشي، لان احنا هنقف على ما تتعلمي الركن. طب ده برضو موضوع اخر، برضو في بلد تاني عشان تشوفوا برضو الستات زي ما انتم شايفين بتقطع من العربيه، بتعرف تسوق. طب ما بتعرفوش تسوق بتنزلوا ليه الشارع؟ ومش بس كده، اتفضل دخلت في السياج والعربيه اتقلبت. بالك مثلا هل هي نازله مثلا متضايقه؟ الراجل خايف وجاي بيشوف فيه ايه. اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه عند الست ايه في العربيه؟ الشنطه الاول. قالت له خد الشنطه الاول يا محمد، ومع السلامه، وخدت شنطتها وميرسي قوي. زي ما حضراتكم شايفين برضو التركيز مشكله الستات التركيز. وطبعا هي طلعت لان هي ما عرفتش اصلا تجيب العربيه جنب الكارت بتاع البارك، وهي طالعه راح بس ده خبطتها وتاني وتالت وما بيمنعهاش، ما هي مش دافعه فلوسها. يعني هي الست مش دافعه فلوسها، ما بتركزش. ودي برضو طبعا قمه التركيز. زي ما انتم شايفين دخلت غير زيت. طب انت رايحه تغير زيت ليه؟ انت مالك انت؟ في البيت السواق الواد الكبير برضو ايه ان احنا نملى بنزين ولا همها. ده برضو بره عشان تعرفوا، مش بس في مصر، بره. طب ليه يا ستي ما تركني هي ما تعرفش تجيبها بقى من الناحيه الثانيه جنب البتاع، تقعد تشد، ممكن تعمل انفجار في محطه البنزين عشان بس تملى شويه البنزين دول. مش ممكن. عدى الاتوبيس من الحاجز عادي جدا، خلاص حضرتك لازم تستني بقى المره الجايه. مفيش. لبست الموضوع خلاص. انتهينا وتخيشت وترجع لجوزها تقول لك الراجل الحمار كسر العربيه وبوظها ومش عارف ايه وبتاع، وهي طبعا هي اللي مخيشاها. كل الطرق العلميه وغير العلميه. اهم حاجه ايه؟ ناخد الموبايل وناخد. بص بقى الرجاله، بص الركن، بص يا باشمهندس، بص يا باشمهندس يا عيني على ركنه اهي دي ركنه راجل. ده هو زمان، هو دي ركنه الرجاله. ده الرجاله هي اللي بتركن الركنه الصح. انما انا رايي انه المفروض ما يدوش رخص خالص لسيدات سوق خالص، يعني يبقى جنبها مثلا سواق بتاع يعني كده، لانه نقطه التركيز صعبه شويه عندهم. طب هنا اقول لحضراتكم عندنا ايه النهارده؟ عندنا موضوع